سلام زينات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع صحة؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال يا ربي امين. وحنا كنشوفوا في هاد الصور هادو اللي فايته نشاركهم معكم في القناه، وكل صوره غتلقاو الوصفه ديالتها مع الفيديوهات. وغنقول لكم انني انا مفتخره بالقناه ديالي انها فيها استفاده الحمد لله، ما فيهاش لا مشاكل لا كلاشات لا حوادث. حتى لا دخلتوا القناه كتخرجوا بواحد الطاقه الايجابيه، كتخرجوا بمعلومه اولا كتخرجوا بشي حاجه اللي تستافدوا منها، يا اما في التجميل يا اما في الطبخ يا اما في المعلومات. هذا هو الموضوع ديالنا اللي غنهضر معكم اليوم فيه. ولو ان بحال هاد الفيديوهات هادو ما كيتشافوش بزاف، ما كتكونش فيهم واحد المشاهده اللي كثيره. المهم غنوجدوا مع بعضياتنا واحد البسبوسه اللي لذيذه وبسيطه وبمقادير قليله. وحنا كنتكلموا مع بعضياتنا ديك النهاريه تكلمنا على كيفاش تكوني انثى، وكيفاش تحبي راسك، وكيفاش انك تصلحي راسك من الداخل باش يبان هذاك الشيء على المظهر الخارجي ديالك. وفي نفس الوقت غنتكلموا على واحد اليوتيوبرز اللي صراحة انا كنفتخر بها كانها يوتيوبرز مغربية. المهم البنات، اول حاجه الصباح مشينا درنا الرياضه، رجعنا قضيت داكشي اللي كيتقدا في الدار، وعاد وجدت البسبوسه. المهم بالنسبه للبسبوسه ديالتنا غنحتاجو فيها، عندنا تما كاين 2 كيسان ديال السميده ديال الحرشه. عبرت بالكاس ديال العنبه، وزدت عليهم واحد الكاس ديال الكوك، وزدت من بعد 2 خمارات. 2 خمارات ديروا الخمارات ديال 14 غرام اولا ديال 16 غرام. انايا خلطت النواشف هما الاولين، عاد من بعد خديت مول اخر اللي درت فيه. خديت 2 بيضات، وزدت عليهم واحد القبيصه ديال الملحه، ومن بعد زدت عليهم فاني، ساشي ديال فاني، وكاس ديال السكر. عبرت الكاس ديال السكر غير بالكاس ديال دانون، هو اللي عبرت به كاس ديال السكر، حيت البسبوسه ما كتبغيش الحلاوه بزاف. وعبرت كاس ديال الزيت بنفس الكاس، وكاس ديال دانون طبيعي، يعني بدون سكر. البنات مني شديت هاد المقادير هادو خلطتهم مع بعضياتهم مزيان، حتى الاخر عاد كنزيد شويه ديال الحليب. الا بغيتو تستغناو على دانون ما ديروش، ديروا في بلاصتو الحليب، يعني ديروا كاس ديال الحليب. انا كندير دانون باش كتجي لذيذه. ومن بعد حتى كنخلطها وحتى كنسالي في الاخر، عاد كنزيد شويه ديال الحليب، حيت راكم عارفين السميده والكوك كيشربوا لنا السوائل. كناخدو المول اللي كندهنوه بالزبده، وكنرشوه السميده ديال الحرشانيت، وكنكبو فيه الخليط ديالنا. ومني قبل ما ندخلوه للفران كنديروا واحد البوش اولا بلاستيكه كنديروا فيها دانون مسوس، يعني واحد اخر ضروري يكون دانون مسوس ما يكونش حلو. وكندير واحد المربعات فوق هذيك الكيكه، راه غتشوفوها هنايا في الصور كيفاش دايره. كنديروا على شكل مربعات، عاد كندخلوها الطياب ديالها البنات راها البسبوسه بحال شكل الطياب ديال الكيكه، يعني تدخلوها على الفران ما يكونش سخون بزاف. وما حتى هي كطيب، وهذاك الدانون كيدخل لداخل ديال البسبوسه. نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو كيفاش تختاروا فاش تفرجوا. حتى لا دخلتوا لواحد الفيديو تفرجتوا فيه تخرجوا بواحد الطاقه ايجابيه اولا تخرجوا بواحد الاستفاده، ماشي تدخلوا لواحد الفيديو تخرجوا بواحد الطاقه سلبيه، اولا تخرجوا يعني ما مستافدين حتى شي حاجه. فمثلا انا اعوذ بالله من قلت انا، كيف قلت لكم كنفتخر بواحد اليوتيوبرز اللي هي مغربيه، وكنتفرج فيها وكنتسنى غير امتى تحط واحد الفيديو اللي غنتفرج فيه، حيت عارفه راسي الا دخلت لذاك الفيديو كنخرج يعني بواحد الطاقة إيجابية، وكنخرج بواحد المعلومة بالنسبة للمعلومات اللي كتعطي تبارك الله والصلاة على النبي عليها، وحتى أنها كتخرجي بواحد الاستفادة ديال شي وصفة أولا شي حاجة. المهم هاد اليوتيوبرز اللي قلت لكم هي زيكالوكس، وماشي غير هي اللي كاينه، يعني مغربيه كاينين بزاف بزاف. كاينه بحال حليمه الفلالي تبارك الله وصلى على النبي، كاينه بحال عائله انتصار تبارك الله وصلى على النبي. يعني كتدخلي كتستافدي، كيلوحوا لك واحد المعلومه اللي كتخرجي مستافده منها. ماشي راكم عارفين دابا السوشيال ميديا وليتي كتفرجي كتدخلي تبغي تفرجي في شي حاجه كتخرجي يعني ما حاملاش راسك، كتدخلي كتلقاي غير المشاكل والكلاشات، وكتدخلي الفيسبوك كتلقاي المشاكل. تيك توك هذه كتعاير مع هذه، والاخرى كتعاير مع الاخرى، والاخرى كتعاير مع الاخرى.
دخلي اليوتيوب كتار وجدر يعني ما كتستافدي حتى شي حاجة. ولهذا البنات عرفوا فاش غتفرجوا، عرفوا فاش غتخرجوا بواحد الطاقة ايجابيه. واش حنا واحد العالم اللي ولينا فيه، ولينا غالب عليه السلبيه، حيت كتشوفوا ان الناس السلبيين كاينين في حياتنا، كاينين معانا، كاينين الاصدقاء، من الاصدقاء ديالنا، من الجيران، حتى من العائله ديالنا كاينين ناس سلبيين. انا شحال من مره كنقول علاش كاينين هاد الكم الهائل ديال هاد الناس هادو، علاش كاينين بزاف؟ واش عرفتوا علاش؟ الا شفتوا شنو هو السبب؟ السبب حيت هاد العالم مبرمج على السلبيه، المجتمع ديالنا مبرمج على السلبيه بشكل مقصود، يعني بواحد الشكل اللي مقصود. نقول لكم علاش، حيت كتصادفي كيف قلت لكم السلبيه في الناس اللي قرابين لك، وحتى في الوسائل الاعلام. وسائل الاعلام كتدخلي كتلقاي السلبيه، كل شيء سلبي، يعني كل شيء باغي المشاكل. واش كتدخلي وحده كتعاطى هي وحده اخرى وكتكلاشي فيها، اشنو لقيتي راسك كتستافدي؟ اشنو وحده اللي غتغلب ليها على العقل ديالها غتقول انايا راه بحال هكاك، انايا ماني ما ندير بحال هكاك، حتى انا ماني من نكون بحال هكاك، حتى انا غنعود نجاوب بحال هكاك. لا لا، نشوف راسي فين غنتفرج، حتى لا تفرج في واحد الفيديو كيف قلت لكم نخرج بواحد الطاقه اللي ايجابيه. وكيف قلت لكم هذا الشيء ولا في وسائل الاعلام، حيت الا شفتوا الفيديوهات اللي قلت لكم كياخذوا اكثر مشاهده هما الفضائح والمشاكل، لدرجه ان الناس ولاو كيقلبوا غير على هاد الفيديوهات هادو. ولهذا البنات عرفوا فاش تفرجوا، راه كنعاود نقول لكم نفس الكلمه، عاودوا عرفوا فاش تفرجوا اختاروا الناس الايجابيين، اختاروا فيديوهات ايجابيين. راه كاينين دكاتره، راه كاينين تبارك الله وصل على النبي، اليوتيوب راه لا دخلتوا لا تقلبوا على شي حاجه اللي تستافدوا منها لا تخرجوا والله العظيم العقل ديالكم بعدا عامر بشي حاجه اللي زوينه. المهم نرجعوا للكيكه ديالنا، خليناها مسكينه بوحديتها. هنا كيف ما كتشوفوا راني درت لها داك دانون من الفوق، عاد دخلت طيبتها. مني كطيب كتكون على هذا الشكل هذا البنات، من احسن انكم ما ديموليوهاش. انايا ما كنديموليهاش، كنخليها في المول ديالها وتما فين كنزوقها. المهم البنات كتاخذوا الناباج اولا العسل. انا كندير هنايا درت العسل وكندهنوها بها من الفوق مزيان. حيت مولفه كندير لها غير الناباج ملي كنت في المغرب، هنايا ما كنلقاش الناباج، ما عرفتش منين غناخذو. كندهنها غير بالعسل من الفوق، وكان نزينها تزينوها على الشكل اللي بغيتو نتوما، يعني بغيتو ديروا لها اللي بغيتو ديروا هذا اللوز كونكاسي، بغيتو ديروا الكاوكاو اللي بغيتو ديروا. انايا زينتها باللوز كونكاسي ودرت هذوك الوريدات اللي غتشوفوا. نعاودش لكم البنات المذاق ديالها كيفاش كتجي هاد البسبوسه هذه رائعه، غير جربوها البنات، واللي جربتها تشارك معايا التجربه ديالتها في الانستغرام. راني كنخلي لكم الانستغرام ديالي في تحت في صندوق الوصف، وراه بزاف البنات كيشاركوا معايا التجارب ديالهم، وهذا هو الشكل ديالها كيف كتجي. ونرجعوا للموضوع ديالنا، اختاروا الناس ايجابيين البنات، اختاروا الناس اللي غيفيدوكم، حيت الا تحكيتي مع الناس الايجابيين غيرجع عليك، كون على يقين والله العظيم غيرجع عليك بواحد الفضل اللي كبير. راه مثلا والله العظيم انايا وليت كنبعد من الناس السلبيين، ولا كاع بقيت تحاكيت مع بحال هاد الناس هادو كيكون عندي واحد الموقف، كنكون عندي واحد الردة فعل. مثلا انا لا جلست مع واحد الانسان اللي سلبي وقال لي مثلا هاد الدنيا هادي خايبه، غنقدر نجاوبو نقول ليه لا، كاين فيها شحال من حاجه زوينه. يعني غيكون عندي واحد الرد اللي لابق، وفي نفس الوقت غنحاول انني نبين ليه ان الحياه راها زوينه وفيها شحال من حاجه زوينه. كنقول لكم البنات بعدوا من الناس السلبيين، حاولوا على قد ما قديتوا بعدوا منهم، حيت ما غيغرسوا فيكم غير هذيك الطاقه السلبيه ديالتهم. وقلبوا على الناس اللي غيفرحوا من قلبهم اذا نجحتي، الى ولو غير في شي حاجه اللي تكون بسيطه كيفرحوا لك، والناس اللي كينتقد في واحد الوقت المناسب واللي كيمدح في واحد الوقت اللي مناسب.
تقول لي لا أنا نقدر أنا نبدل في هذاك الإنسان هذاك ونرجعو إيجابي، لا ما غتقدرش، ما غتقدرش حيت غالبة عليه هذيك السلبية. راه غتقول لي راه كاينين اللي غيبغي يبدل من الأصدقاء ديالو وصحابو والعائلة ديالو، ما غتقدرش، ما كاينش واحد الحل بالنسبة لهادوك الناس السلبيين. راه في واحد الآية: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم." ماشي بالمظهر ديالهم، بالأنفس ديالهم. يعني شوف الآية شنو كتقول: عاد أنا كأنني إنسان غنغير في واحد الإنسان بحالي بحالو وغنرجعو إيجابي، ما يمكنش، ما يمكنش. هذا هو الموضوع ديالنا. كنتمنى أنني ما نكونش طولت عليكم، وشكرا لكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.